مالك يا ابني في ايه؟ مفيش. عايز بس اجيب جرافيك تمبلتس بس لقيتها ب 1200 جنيه. طب وايه المشكلة يعني؟ محتاجة تبرعات مش فلوس. طب والعمل؟ احنا نرفع قضية نفقة على ابوك. تعالي ابني. لازم الاقي حل. انا محتاج كوباية شاي. صراحة مش انا بس، اي حد شغال في المونتاج عارف احساسي ده، ولكن يرجع الفضل لله. انا عندي الحل. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا كمل معايا الفيديو. قبل بس ما اكمل الفيديو، انا في كارثه اكتشفتها، ان القناه دلوقتي وصلت 1100 مشترك، وانا اصلا ما احتفلتش اول ما وصلت 1000 مشترك. يا دوب نزلت بوست بس على القناه. احنا وصلنا ل 1100 صديق على القناه، هو رقم قليل. في ناس بتعمل الرقم ده في يوم، اصلا في ممكن فيديو واحد بس يزود له الرقم ده. كل اللي بس اللي انا عايز اقوله ان انا بجد مبسوط وممتن جدا جدا لكل واحد قرر ان هو يتابعني ويتابع القناه وان هو يتفرج على فيديوهاتي. واتمنى يا رب تبقى فيديوهاتي ديت بتفيد اي حد بيشوفها، بيستفيد منها وبياخد منها علم ينفعه فعلا، وما يكونش فيها حاجه ضاره او تاذي اي انسان. المره الثانيه شكرا جدا جدا من كل قلبي ان احنا وصلنا للرقم ده، وان شاء الله الهدف القادم عندنا هو 5000 مشترك باذن الله. من غير ما اطول عليكم يلا نخش في الفيديو. انا دلوقتي بتكلم على جرافيك تمبلتس تستعملهم انك تبين مثلا بيهم، تعرض بيهم صوره على الفيديو بتاعك، او لو انت بتتكلم عن شيء معين وعايزه يظهر على الشاشه فيظهر بشكل حلو، زي مثلا في فيديو المونتاج او فيديو بلاك ماجيك كاميرا. ممكن تشوفهم الاي هنا او هنا. طيب احنا هنعمل ده ازاي؟ احنا هنستعمل كانفا. كانفا بجد عباره عن كنز للي يعرف يستغل كل امكانياته، لان هو مش مجرد بيسهل الشغل وخلاص، هو ميزته انه بيشيل تعقيد الفوتوشوب، زائد ان هو كمان في نفس الوقت بيغذيك بصريا اثناء ما انت بتدور على تصميم او عايز تعمل تصميم غير البلانك الابيض بتاع فوتوشوب. طبعا مش بقلل من برنامج فوتوشوب، فوتوشوب برنامج احترافي جدا، لكن هي دي الفكره، مش كل الناس محتاجه كم الاحترافيه اللي بيقدمها فوتوشوب، او مش محتاجين كم التعقيد ده. طب احنا هنعمل ايه؟ كانفا ميزته انه بيسمح لك انك تقدر تعمل عليه فيديو، فاحنا هنستغل النقطه دي. ركز معايا ويلا بينا على الجزء العملي. الجزء العملي في كانفا انا هستعمل كانفا اللي على الكمبيوتر، اللي هو البرنامج اللي بينزل على الكمبيوتر نفسه. هو الموضوع بسيط خالص، الفكره كلها اننا هنستغل الموضوع اننا نقدر ننتج او نخرج فيديو من جوه كانفا. فاول حاجه هبتدي اعملها ان انا هبتدي اعمل بروجكت، واخلي البروجكت ده بمقاس الفيديو اللي احنا هنستعمله. لو مثلا هعمل اهو، هختار كاستم سايز واختار الويدث اللي هو العرض، خليه 1920 بكسل في 1080 بكسل، ده المقاس اللي هو 16 في 9. طبعا لو انا هشتغل على موبايل يعني هخلي الفيديو ده معمول بمقاس الموبايل بطول. لو هستعمله بقى في ريلز، كل اللي هعمله ان انا هقلب الرقم ده مكان الرقم ده، يعني هخلي ديت 1080 في 1920. حتى هو جايب لي هنا اهو موبايل، يعني هو عارف ان ده بيستعمل للموبايل تسهيلا عليا. انا عن نفسي هستعمل 1080 1920 اسف في 1080 وهعمل كرييت ديزاين. دلوقتي احنا قدامنا صوره بيضاء ما فيهاش اي حاجه، مفيش عليها اي شيء. هنبتدي بقى اننا نبتدي نصمم التصميم بتاعنا. الموضوع او الطريقه اللي انا بستعملها طريقه بسيطه جدا. اول حاجه خالص مثلا انا عايز اعمل شكل متحرك اعرض بيه صوره، يعني انا مثلا هحط صوره في الفيديو، فبدل ما الصوره تبقى منبثقه زي دلوقتي كده بالمنظر ده، انا ممكن اعرضها بالشكل ده افضل. فالطريقه اللي انا هستعملها مثلا، التصميم اللي جه في دماغي ان انا ممكن اعملها بتصميم ورقي قديم وعليه فيلم 35 مللي مثلا، اللي هو الفيلم القديم. انت بقى ودماغك، شوف انت ودماغك والاسيتس اللي موجوده في كانفا وعيش. فانا دلوقتي هبدا اعمل حاجه قدامكم وهوريكم ازاي هنستعمل الحاجه ديت في برنامج المونتاج. هاجي مثلا هنا على الاليمنتس وهبدا مثلا اكتب انجليزي بيبر مثلا كده، كتبت ان انا كتبت ورقه واديله انتر. هاجي على الجرافيكس والاقي ان ظهر حاجات كتير. اول حاجه الاسيت اللي عليه تاج جولد، ده معناه ان هو برو، يعني عشان تقدر تستعمله لازم تكون مشترك في الاشتراك البرو بتاع كانفا. انا عن نفسي شايف الاشتراك العادي كافي اللي احنا عايزين نعمله للمسحراتي. سبحان الله، كل الناس جايه حرفيا يعملوا صوت جاي تحت وموتوسيكل، كل الناس جايه يعملوا صوت تحت اوضتي وقت ما اجي اصور. ماشي، حصل خير. مثلا هنلاقي عندنا الورقه دي، فممكن ناخدها ونبدا نحطها بالمنظر ده.
الورقه شكلها حلو بصراحه، بس ايه نخليها في النص بالظبط. تالي كنت استعملت الورقه دي في تصميم ملزمه قبل كده او حاجه. المهم انا هنا هبدا اخلي الورقه دي تكون بالعرض عشان احنا هنعرضها في فيديو شكل العرض، فعايزينها بالمنظر ده. في دلوقتي حاجه انا ممكن استعملها، وان انا مثلا ممكن اكتب فيلم فريم. كانفا فيه حاجات فريمات جاهزه، بيكون مديك مثلا اشكال زي كده، وبيكون فيها الصوره جاهزه، مجرد ان انا اعمل دراج للصوره جواها، الصوره هتتحط جواها وبقى شكلها لطيف جدا. فممكن مثلا نختار فيلم مثلا شكله حلو، ممكن نجيب ده مثلا وهنخليه برضو 90 درجة، هنكبره شوية، ممكن نقلبه أكتر عشان هو مش معدول. أيوه هو كده اتعدل. نعتبر إن احنا كده وسطناها. بعدين هقوم جاي واخد الصورة، مثلا عايز أعرض الصورة دي، وأقوم جاي حاططها جواه. الصورة تتعدل. طبعا هي الصورة أكبر من الفريم نفسه، بس ممكن نجرب فريمات تكون أعرض شوية من الفريم ده. أنا بس عايز أوصل الفكرة. ممكن نرجع للإليمنتس تاني، ممكن نكتب تاني بيبر. ممكن بقى نبتدي نلعب قصات الورق اللي موجودة هنا. يعني مثلا ممكن نختار مثلا الشريطة دي، هي حجمها عملاق، ممكن نصغرها كده لكنها يعني لازقه. ممكن ننزل الفريم تحت شويه كأنها هي قطعه لزق اللي مثبته الفريم بالخلفيه اللي وراه، بس هي شكلها وحش فممكن نشوف غيرها. الميزه هنا ان في عدد تقريبا لا نهائي من الاسيتس اللي ممكن نستعملهم، حرفيا تقريبا عدد تقريبا لا نهائي، عدد مش هتقدر تحصره. فانت هتقعد تجرب، انت هتفضل تقلب لحد ما تلاقي حاجه شكلها يعجبك او شكلها تحس ان هو حلو. فمثلا ممكن نجيب التيب ده، القطعه اللزق الصغيره دي، نصغرها ونلفها، خليها مثلا 180 درجه، نحطها كده مثلا بحيث ان هي اكنها لزق مثبت الفيلم على الورقه اللي وراه كده. مثلا نجيب الورده دي شكلها كده حلو، ممكن نعمل لها بوزيشننج، نرجعها ورا شويه، ممكن نغير البوزيشن بتاعها، ممكن نخرجها اصلا من الفريم اللي ورا نفسه ان هي تعمل شكل، بس ممكن ندخل الجزء بتاعها ورا الفيلم. طبعا التصميم ده بيعتمد على المخيله. يعني في ميزه حلوه قوي في كانفا وهو الاي اي. لو جيت دوست على الحته ديت، الاي اي هنا ممكن يبدا يديك تصور او يديك اقتراحات، حاجات تضيفها على الصوره بتاعتك او على التصميم بتاعك. فاحنا ممكن نشوف هنا ايه الحاجات اللي هو مقترحها عليا. الظرف ده شكله حلو، ممكن نضيفه بطريقه كده يكون تحت في الزاويه. فانا عايز اعمل له فليب، عايز اقلبه، شكلها مش حلو. ده ليه؟ ده لان انا بس ما عنديش مخيله للتصميم دلوقتي، لكن انا كنت عامل حاجات قبل كده هعرضها لكم برده في الفيديو تاخدوا عنها فكره. لكن المعنى اللي انا عايز اوصله من الفيديو هنا مش ان ازاي تصمم زي حاجه تنفع الفيديو. اللي انا عايز اوصله انك ممكن تسرح بخيالك زي ما انت عايز. يعني انا مثلا هنا اخترت ان انا ابحث عن elements paper، ممكن تعمل حاجه مودرن او ممكن تعمل حاجه فيها ثيم السايبر، يعني مثلا حاجه روبوتكس او حاجه زي كده. كل ده بقى انت وخيالك، لان هو حرفيا بيديك elements لا نهائيه. انت هتدخل تبحث وتشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تضيفها. عندنا مثلا هنا شيبس في الجرافيكس، مثلا في الجريدينت ده شيب معمول له جريدينت، تقدر كمان انك تغير لونه زي ما انت عايز. فهي دي النقطه اللي انا اقصدها، انك انت ومخيلتك، مش لازم تتبع شيء بعينه. نفترض مثلا ان هو ده مثلا الشكل اللي انا هستعمله. طبعا هو شكلها مش حلو خالص، احنا عايزين نحركها. هنبتدي نحرك الشكل ده ازاي؟ هنيجي هنا على زرار انيميت. هنا كانفا مدين لنا شويه حاجات جاهزه اننا نعمل لها انيميت او تحريك للحاجه اللي عندنا. في حاجه مهمه لما تيجي تعمل لهم انيميت، انك تدوس على بوزيشن وتختار اللاير كلها، تدوس كنترول اي هيعمل سيلكت اول لكل اللايرز، وتيجي تبدا تحركها. مثلا نختار الشكل ده او ممكن تختار الشكل ده، هتلاقي ان كله بيتحرك معاك. ممكن تعملها كده برضو انت مخيلتك واللي تشوفه حلو. انا عن نفسي شايف ان الوايب دي حلوه، هختارها وابدا اختار انها تبقى بوز، بحيث انها تبقى في بدايه الفيديو وفي اخر الفيديو. لو جينا ندوس هنا نتفرج عليها، هنلاقي انها بقت بالشكل ده. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نحطها في الفيديو. ازاي احطها في الفيديو الخلفيه اللي وراها بيضه؟ بسيطه جدا. هنيجي هنا وهنكتب جرين سكرين اهو، لقينا مثلا السكرين دي، هنشدها كده وهننزلها تحت كل حاجه وبس كده. مبروك عليك، بقى عندك انيميشن بربع جنيه. نيجي نتفرج عليها. طبعا هنا في غلطه شنيعه اوعى تقع فيها، وهو ان انا مخلي دي تتحرك. لا، احنا هنلغي اي انيميشن من عليها. هنيجي هنا وندوس ريموف انيميشن، بس كده مبقاش فيه انيميشن عليها خالص. ونيجي نتفرج هنلاقي انها بقت بالمنظر ده. هنيجي بعد كده هندوس شير وهتعمل لها داونلود، هيحمله لك MP4 فول اتش دي. تمام، مفيش اي مشاكل خالص. هنستنى الفيديو يتحمل وهقول لك بقى ازاي تحطها في برنامج المونتاج. الموضوع بسيط جدا، اهم حاجه بس عملت لايك سبسكرايب. شكلك ما عملتش والله بجد يعني.
والله عيب، والله بجد عيب يعني. استناه بقاله قرن من الزمن بيحمل. اللهم بارك، سرعة الانترنت عندي ما شاء الله خارقة لحدود الزمكان. يا حبيبي انجز، عندنا سحور عايزين نقوم نحضره. يا عم الله يرضى عليك اخلص. 2000 years later. الله اكبر. هنعمل له سيف في اي حته انت عايزها. بعدين هنيجي بقى للنقطه الثانيه، وهي اننا هنحركه. عندنا مثلا هنا فيديو، ده الخام بتاع بلاك ماجيك كاميرا. نفترض مثلا ان انا هبدا عايز احط عليه الجزء اللي احنا عملناه، هنختاره وهنسحبه كده وهنحطه فوق الفيديو. عندنا المنظر ده، ندوس عليه بس كليك يمين ونعمل له سيت فريم سايز. ان انا الفيديو ده كان متصور 4K واحنا عاملينه 1920. كده احنا عملنا سيت تو فريم سايز. طبعا نشغله هنلاقيه بالمنظر ده، ولكن طبعا هو بيقفل وبيختفي خالص. ولكن طبعا شكله مش منطقي خالص. ليه؟ لان في جرين سكرين وراه. طب احنا عايزين نشيل الجرين سكرين دي. فادوبي بريمير هنيجي هنا وهنختار الترا كي، هنجيب افكت الالترا كي وهننزله على لاير اللي احنا عملناه. وهنيجي هنا هنلاقي في كي كولر، هنلاقي العلامه ديت وهنختارها وهنيجي نسلكت اللون وهنعمل لها بوزيشن وهنصغرها مثلا وهنخليها تبقى هنا مثلا. وبس كده، مبروك عليك. لو انت شايف ان هي محتاج تقعد مده اطول من كده، في طريقه انك ممكن تعملها في كانفا وانك هتطول المده بتاعه الفيديو. هنيجي على كانفا وهتيجي تدوس على thumbnail view، بعدين تظهر لك كلمه duration، هتدوس عليها فتقدر انك تكبر مده الفيديو زي ما انت عايز. دلوقتي الفيديو بقى 30 ثانيه، تفضل المفروض ان هي تفضل ظاهره لمده 30 ثانيه كامله وهتيجي في الاخر وتختفي. طيب نفترض مثلا ان انا عملتها بمده طويله زياده عن اللزوم، عن المده اللي انا محتاجها، ولقيت في المونتاج ان انا عايزه تختفي دلوقتي. اكيد مش هينفع اعمل لها بالمنظر ده لانها مش بريسيت جاهزه. طب والحل؟ حل بسيط جدا. هنيجي هنا مثلا هنلاقي الانيميشن ابتدى يتحرك وبعد كده الانيميشن هنا خلص. هنخش وهنعمل كات وهنيجي مثلا اول انيميشن النهايه يبدا كده، الانيميشن بدا. هنيجي هنا بالظبط ونقوم عاملين كات ونشيل الحته اللي في النص دي وبس كده قللنا المده بتاعه الفيديو. ده التصميم اللي انا كنت عامله في فيديو بلاك ماجيك، يعني شكله افضل شويه. هنا انا مستعمل ورق، قطع ورق كتير. يعني عندنا مثلا قطعه الورق دي، دول قطعتين تحت عاملين كباك جراوند ليها، وحاطط عدة طبقات من الورق وحاطط فوقيها طبقة الفيلم اللي هو فريم، وفوق الفيلم ده حاطط قطعة تانية برضو بحيث انها اكنها لازقة الفيلم في الباك جراوند بتاعتها ونفس الباك جراوند الخضراء. وهنا عامل حاجة اكتب عليها ومختار فونت وكاتب بلاك ماجيك كاميرا. وكان ده شكل النتيجة بتاعتها اللي ظهرت في الفيديو، وكان شكلها مرضي جدا على الهدف اللي مطلوب منها. اكيد النتيجه مش زي البريسيتس الجاهزين، ولكن احنا هنا عملنا حاجه بتاعتنا احنا من تصميمنا احنا ودماغنا حرفيا ببلاش. والهدف المطلوب منها هو مش هدف كبير، كل المطلوب منها بس انها تعرض الصور، او ممكن انت بمخيلتك او بدماغك بتفكيرك شوف انت ممكن تستغل الامكانيات بتاعه كانفا في انك تعمل حاجات اكتر، انك تعرض بيها لوجو او انك حتى تعمل بيها فونت يتحرك بطريقه انت عايزها بعيد عن اي تعقيدات اخرى، وكل ده ببلاش من غير ما تدفع ولا جنيه واحد. فانا شخصيا شايفها انها صفقه رابحه جدا. الاهم بقى بما اني جبت لك صفقه رابحه انك ما تنسانيش تعمل لي لايك سبسكرايب. يا عم راجعين بقالنا 4 شهور غايبين، حلوه دي يعني ليها وزن قوي. ان شاء الله اللي جاي باذن الله هيكون احسن من اللي فات واكتر باذن الله. سلام. تعالي ثواني وانا اروح اجيب المحفظه. يا لهوي عشان ايه المشهد. لا مش عايز حاجه، هو كده حلو ان شاء الله، هو كده ان شاء الله حلو.